أعزائي مشاهدي قناة يوم مع ريما في كل مكان أرحب بكم. وحشتوني جدا جدا. وصفتنا النهاردة رز بسمتي بالبسلة والجزر، كفتة مشوية موفرة توفير التوفير، حاجة كده فظيعة مش هتصدقوا أصلا. عملت كمية قد إيه؟ بربع كيلو لحمة مفرومة بس، وبصوا طرية وجوسي إزاي وفظيعة، ولا كشت ولا أي حاجة خالص. أتمنى ليكم مشاهدة ممتعة ومستنية رأيكم. ندخل بقى على الوصفة والمكونات، هكتبها لكم في صندوق الوصف. بصلاية هنضربها كويس، ضربا مبرحا عشان بقالي كتير قوي ما قلتهاش، فحاسه ان انا كده ايه ما عنديش positive energy، فحبيت اقولها لكم. وبعد كده بقى هننزل عليها ربع كيلو لحمه، بس مش هناخدها كلها، هناخد يعني 3/4 تقريبا ونسيب الربع. هنا بقى هقول لكم على شويه تريكات. انا حطيت معلقتين كبار نشا، وحطيت معلقة بيكنج باودر، والبهارات. البهارات بقى كانت عبارة عن بصل بودرة، توم بودرة، بابريكا، فلفل اسود، السبع بهارات، كوبيبة صيني، وملح. وبعد كده بقى التركاية التانية بقدونس. هنجيبه نغسله ونسيبه يتصفى خالص، ونقطعه ونحطه عليها وبس، وناخدها ضربة بقى. بعد كده النص التاني اللي احنا كنا سايبينه ده هنحطه على اللي احنا ضربناه، تمام، وهنعجنه ونغطيه بقى ونسيبه في التلاجة، يعني لغاية ما يتشمع ساعتين 3. هتعملوها قبلها بيوم مفيش مشكلة. هنا بقى الرز البسمتي هنعمله. رز بسمتي 3 كوبايات نقعته في مية مغلية، يعني قبلها مثلا بتاع نص ساعة كده. وجبت بصلاية، قطعتها مكعبات، وجبت حلة حطيت فيها سمنة على زيت، وبعد ما سخنوا نزلت عليهم بالبصل. وبعد كده بقى هجيب بهارات عبارة عن ورق لورا، قرنفل. ما كانش عندي قرفة عيدان فحطيت قرفة بودرة عادي جدا، جنزبيل. تمام، وهنقلبهم بقى لغاية اما يعني يتحمصوا كده وريحتهم تطلع. تمام. آه طبعا البصل مش بنحمره، انا بحب البصل يبقى باين في الاكل، فاحنا هناخده برضو كام تقريبة كده في الاول، وبعد كده بقى ننزل عليه بالبهارات. وبعد كده بقى هنحط البسلة، ناخدها برضو كام تقليبة كده لغاية ما نحس ان هي دبلت شوية. آه، مع كل يعني كله مع بعضه كده، البسلة بتاخد طعم البهارات وبتبقى مستوية كده. ننزل بقى عليهم بالرز، الرز البسمتي اللي منقوع من قبلها بنص ساعة في مية مغلية. ننزل عليهم. في ناس بتحط المية أو الشوربة لغاية ما تغلي، لا انا بحب اخد الرز تقليبة كده مع الحاجة دي، علشان برضو ياخد طعم البهارات، بيبقى طعمه احلى كتير على فكرة. تمام. هنقلبه بقى كويس جدا جدا، لغاية اما يتشرب، يبدأ يشرب كل حاجة. ننزل عليه بالمرقة، وهنا كان في شوية بهارات باقيين قرفة وكده، نزلت عليهم برضو. مش هنرمي حاجة طبعا زي ما احنا متفقين. وبعد كده هناخده تقليبة لغاية اما خلاص ينشف من المية بتاعته. هننزل بقى عليه بمية مغلية تغطيه، تمام. وبعد كده نسيبه بقى يغلي الغلوة بتاعته، نحط عليه الملح بتاعه ونسيبه يغلي، ونغطي عليه. مجرد بقى ما هيشرب ميته، هننزل عليه بالجزر، لان طبعا الجزر احنا عارفين انه يعني خفيف، وبعدين احنا بشرناه فهيتهري لو حطيناه من الاول، ممكن يعجن مننا. هنا خلاص شايفين هو شرب المية. نزلنا بقى بالجزر ونص معلقة كركم. الكركم مفيد جدا 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 لأمراض كتيرة مش كويسة، فأنا بحب أحطه في الرز البسمتي، بحب. وعلى فكرة حلو جدا للدايت. طبعا احنا ملناش أي علاقة بالدايت في الأكلة دي، بس هو الكركم حلو في الدايت. تمام. آه
هنا بقى اللحمة بعد ما سيبناها ساعتين 3 نصبعها على أي بقى حاجة عندنا، على أي ستيكس كده، على معلقة مدورة. وبعد كده هنحطها في صينية وندخلها فرن على 180 فوق وتحت. هنا التركاية برضو التانية أكيد كلنا عارفينها، بنجيب حاجة نحط فيها فحمة سخنة وننزل عليها بشوية زيت ونسيبها بقى، ودوقوا أحلى كفتة جوسي مشوية جبارة طرية، ما كشتش ولا أي حاجة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، وما تنسوش تقولوا لأصحابكم يعملوا سبسكرايب للقناة علشان تكبر بيكم. ومستنية طبعا رأيكم في كومنت، لأن بجد لو ما عملتوهاش بالطريقة دي من ربع كيلو لحمة عمل 9 كفتات، فبجد فظيعة وموفرة. مستنية رأيكم. باي باي.